طبعا الحبيب والزميل فتحي الازرق يتكلم على شخص، يعني شخص قبل احداث حضرموت كان يشوفه يبيع ديزل 5 براميل ديزل من الكبار دول، 5 براميل. صلي على النبي. وين احنا؟ ايوه. والرجال يقول لك ساكت ولا يتكلم على وضع ولا 5 براميل. صلي على النبي، وضعه سابر. وبعد الاحداث تعرفوا انتم تغيرت امور. هذا اللي كان يبيع ال5 براميل، 5 براميل، يعني انقطع الواير عليه، الواير نتعوه عليه، ما فيش. الرجال رجع وطني، يعني ايه بقول لك، تكلم على الكهرباء والماء ومش عارف ايش والوضع و يعني وكأن مشكلة اليمن في الشمال والجنوب الفساد هذا والفقر والجوع والتخلف وتسليم البلد للخارج ومش عارف ايش وانقطاع الرواتب وانقطاع، المهم كل فساد هذا، فساد الشعب اليمني شمال وجنوب في الداخل والخارج، سببها هذا شعور ابو ال5 براميل. 5 البراميل هذه هي اللي كانت سبب تعاستنا. صلوا على النبي. على كيف تحيصل على النبي؟ يعني تستغفل الناس، تستصغر عقول الشعب اليمني شمال وجنوب. ليه ما تتكلم على نفط حضرموت، على نفط الجوف، على خيرات مارب، على ميناء الحديدة، على ميناء عدن، على الأمور، على الضرائب، على 30 مليار، على مش عارف ايش، على فساد الإعاشات، الرواتب اللي تروح 11 مليون دولار شهريا. تروح المن 11 مليون دولار. انت عارف هذه لو تروح كل شهر للمحافظة في مكان صحيح فترجعها دبي، تبقى توهم الشعب انت بال5 البراميل هذه. ايه 5 براميل هي اللي كانت سبب العطال. يا ابناء الشعب الان بيشغلوكم يشوفون في سفاسف الامور، والله العظيم متعمدين يشغلوكم في سفاسف الامور، حاجات ما لا داعي، حاجات يعني ايه بقول لك. اقول لك الشمالي يموتوا جوع في بلادهم، وفي الجنوب يموتوا جوع، والبلاد بيسلموها لايران يدور لك 5 براميل ولا فلانه ولا فلان، شغلوكم بسفاسف الامور هذه. الاعلام اداه من ادوات الحرب. يكون عندكم وعي ويقظه، واعلم ان يعني فوقك آلة اعلاميه رهيبه، والله العظيم آلة اعلاميه بشكل فوق ما تتصور، ليل نهار شغال، يعني 24 ساعه. ما بيخلوا لكم حالكم ما دام ما عندكم وعي، ما بيخلوا لك حالك زي ما كانوا ذيك الايام، ايام وحوش واراضي ومش عارف ايش. هكذا نفس الخبر. الان غيروا النغمه الى ارذل المراحل، كلام رذيل. ايش المقصود منه هذا؟ نزع الثقه ما بين المواطن والشعب، ما بين المواطن والقياده. واذا انت بلا قياده سلم لي على الماما.